انا شغال مثلا مهنتي ترزي، هاجي هنا اشتغل ترزي واشتغل اللي انا عايزه وهعمل فلوس الدنيا ديت. بس لقيت ايه بقى؟ ما انت مش ترزي تيجي تشتغل هنا ترزي وتقبض باليوم. المفروض هاجي هنا اشتغل في مصنع، دي كانت الطموح اللي عندي، بس أيوة. الحمد لله بادئين ماشيين في المعمار اهوت. بس المعمار تعب والناس مفكره اللي احنا هنا بنقبض مثلا 100 يورو 200 يورو، لا والله العيشه صعب. يعني لسه زي ما احنا ولا اتغيرنا، لسه في بيتنا زي ما احنا، لسه بنسد في فاتورتنا. يعني المشوار كله صارف 500,000 لسه بنسد فيه. يعني ربنا يسهل لنا الامور وان شاء الله ربنا هيعيننا ونسد الفلوس اللي علينا، وكل واحد ليه جنيه هياخده باذن الله. بس بقول كلمتين للشباب اللي تحت، مش كل حاجه فلوس. ومتغرب ما بيعرفش ينام من كتر التفكير، بيفكر في بكره هيطلع يوميا ولا مش هيطلع، بيفكر في بكره هياكل ايه. زمان مصر احنا كنا الواحد عايش عايشته 100 100، والناس مفكره ان احنا هنا بنلاقي الفلوس. ايه اللحظه اللي انت ما بتقدرش تفارقها ابدا في حياتك؟ انا يوم ما سلمت على ابويا وامي سلمت عليهم على محطه القطر، اقسم بالله اخويا انا ما شفتوش، كان نفسي اشوفه اخده بالحضن بس اقول له ان انا ماشي، لاني عالم هشوفه امتى. وانا نفسي اشوفك ياما انت وابويا، نشوف الفيديو ده. اقسم بالله ان الواحد من غيركم ما يسوى اي حاجه، وتغور الفلوس وتغور ملوك الدنيا كلها